السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حبايبنا وحشتونا. طبعا احنا النهاردة بنصدر مشهدين، المشهد الأول من الجزائر والمشهد الثاني من مصر بلدي. طبعا المشهد الأولاني زي ما احنا شايفين الشيخ وليد مهساس ابن الجزائر، المشهد اللي صدر الترند وتصدر العالم كله، ومفيش حد بيتكلم غير دلوقتي على الشيخ وليد والقطة واللي حصل بينهم واللي دار بينهم، صح كده؟ فالمشهد متصدر وهيفضل متصدر كمان لسه شويه كمان، يعني لسه هتقعد كمان معانا شويه، لان المشهد يعني مش هينتهي كده بسهوله، لان مشهد عفوي جدا. وسبحان الله، يعني اي واحد خد المشهد ده وحطه عنده جاب ملايين المشاهدات، ملايين المشاهدات. يعني المشهد ده كان عفو على الكل بامانه، يعني يا ربك سبحانه وتعالى كبير جدا. طبعا في شهر رمضان يحصل الموقف ده والمشاهد دي طبعا هتقول لي ايه اللي حصل، يعني ايه القطه والشيخ؟ يا حبيبي لا، في معلومات كتيره جدا انت مش واخد بالك منها في الفيديو ولازم تاخد بالك منها. طيب اولا ان الشيخ بكل حب وترحاب يحضن القط والقط يطلع فوق منه وبعد كده يبوسه ويقبله، وكانت اغلى قبله على مستوى التاريخ لغايه ما ينتهي البشريه ان شاء الله. ثانيا الجماعه اللي بيصلوا ورا كله ساكت، كله شادد بلاستر، مفيش حد بيتكلم، وطبعا لا يعلو صوت على صوت الله سبحانه وتعالى. يعني إذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا. ياه، مشهد تاني برضو تاريخي يتصدر ويتدرس برضو للتاريخ، إن الهدوء والسكون ومفيش غير صوت يعلو على صوت الله سبحانه وتعالى. ادي مشهد تاني. المشهد التالي والأفضل والأحسن والأجمل مشهد الآيات اللي كان بيقراها الشيخ وليد. الشيخ وليد كان بيقرا إيه؟ بص بقى يا سيدي، سورة الأنعام الآية 146: فإن كذبوك فقل ربكم ذو رحمة واسعة. اسأل على ربنا سبحانه وتعالى هتعرف إن ربنا عنده رحمة وسعت كل شيء، وسعت كل شيء. مش هنقول بقى مسلمين ويهود ومسيحيين وكفار، لا لا لا، كل شيء، أي حاجة على وجه الأرض ذو رحمة واسعة من الله سبحانه وتعالى. يتصدر برضو المشهد الأخير في الآيات: قل فلله الحجة البالغة فلو شاء لهداكم أجمعين. يبقى الأول في رحمة، ثانيا في هداية. ربنا يسأل لكم الهداية وليا وللمسلمين جميعا وللعالم كله يا رب العالمين، هداية الحق لله سبحانه وتعالى. طبعا المشاهد اللي صدرت صدر بكاميرا بسيطة بتاعة التليفون وكارت ب10 جنيه ويا دوبك نزل صدر العالم كله، يوتيوب بقى ترند. في مشاهد تانية اللي هم طبعا بيطلعوا صورة الشيخ بمساوئ ودايما الإنسان الغليظ، دايما الإنسان المبرج، دايما الإنسان اللي هو دايما كلامه دايما يعني مجعلص كده، يعني اللي هو الإيه، الصوت دايما العالي وكبرياء مفيش بعد كده. بيتصرف عليهم ملايين الفلوس وأحدث الكاميرات ولوكيشن بقى وموقع تصوير وودي هنا وتعالى من هنا واصرف بقى يا معلم، وتيجي كاميرا اتغطى على الكلام ده كله، كاميرا التليفون ب10 جنيه كارت يغطي العالم ده كله هيتو. ربك كبير بيوصل معلومة للعالم كله هيتو، جادين ان في سماحة شيوخ المسلمين، ان هم دايما فيهم سماحة ودايما فيهم الابتسامة الحلوة ديت، ومش فيهم الكلام اللي هم ايه اللي الجماعة بتوع الاعلام بيصدروهم للعالم كله. طبعا المشهد التاني بقى اللي عندنا في مصر وبرضه هيتصدر برضه الترند ان شاء الله على ايديكم وعلى ايدينا ان شاء الله عز وجل. مشهد شيخ قاعد في قهوة عادية خالص في مكان شعبي، عندنا في مصر بنحب الأماكن الشعبية خالص يعني. فالقطة جت بالهدوء والطمأنينة وبسم الله ما شاء الله ما فيش بعد كده، سمعت شيخ بينشد في حب بيت آل النبي، فجت برضو على جسمه برضو وطلعت وعلى كتفه برضو نفس الطريقة، تبوس في ايديه وتبوس في بوق برضو هنا في خده. وادي المشهد، المشهد قدامكم اهو، انا مش بجيب حاجه من عندي. وقطه بلدي برضه على فكره مش متربيه برضه في بيت زي ما انتوا برضه بتقولوا، ماشي. انبياء الله قد قدم. ايوه، عملت لف حوالين الراجل اهوت، والراجل برضه مكمل برضه في القراءه برضه، والصوت جميل برضه، صوته جميل برضه، بسم الله ما شاء الله، في سكون وفي هدوء كده برضه. قول يا حاج خلاص خليه يقول. وليس قول. احنا المصريين دايما بنحب نضحك. من هذا بضائله
العرب تعرف من أنكرت، والعجم يغضي حياء ويغضى من مهابته، فلا الله على يكلم الصوت. إلا حين يبتسم بكفه غيزران ريحها عبق من كف عروان وكاميرا التليفون برضو هيصدر الترند برضو. سلام يا سلام يا سلام على الجمال والحلاوة والهدوء والطعامة. المشهد ده عندنا بقى في مصر. مصر بلدي بحبها جدا، يعني بسم الله ما شاء الله. المصريين دايما بيطلع برضو منهم حاجات. فالمشهد الاولاني كان في الجزائر، والمشهد الثاني في مصر. ان مصر برضه والجزائر يعني لهم طبع خاص كده. ففي النهاية بنقول لكم يا جماعة، لو هتحاولوا تسوقوا صورة للشيوخ بكاميرا بسيطة جدا ومن عند ربنا سبحانه وتعالى، وتصدر المشهد لسماحة الدنيا كلها، لسماحة الايه، سماحة المسلمين وسماحة الدين، ومفيش بعد كده حلاوة ولا طعام. وفي نهاية اللقاء بنشكركم. لو كنت طولت عليكم أنا آسف جدا، أنا متأسف جدا إن أنا طولت عليكم، بس كنا لازم برضو نتكلم برضو في الموضوع ده. في نهاية اللقاء بنشكر كل من ساهم في نشر المقاطع ديت عشان تصدر العالم كليته ويعرفوا جادين سماحة الإسلام والمسلمين والشيوخ المسلمين، مش من اللي هم بيطلعوا في التلفزيون بالغلاظة والوحاشة ديت. لا، الشيوخ المسلمين دايما قلوبهم رحمة، لأن دايما قلوبهم في كتاب الله سبحانه وتعالى. فاللي فيه كتاب الله سبحانه وتعالى ما فيهوش الايه، المشهد دايما اللي بيتصدر في الإعلام. وطبعا ربنا سبحانه وتعالى كان بيوصل معلومة للعالم كليته عن طريق الشيخ وليد والقطة، وفي الآخر المشهد برضو من على طريق مصر. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.